من في حدود ما كيسمح لنا به القانون، في إطار السرية وفي إطار هذا، غنلخصو في 3 ديال النقط. الشاب ياسين الله يرحمو تيكفل عائلة فيها أم مكلومة، فيها أرملة مكلومة. وتصحيح المعلومة أن خلا بنية، أنا كنت قلت واحد التصريح عندها ما وصلش 4 سنوات، ما فايتاش حتى سنة ونصف. خلوه الأب اللي مجروح نيت، ما كان كيشوف في عوينتو. ياسين الله يرحمو تيخدم عمل عادي بحال أي ناس، وكيتعاون بإندرايف. تعيطلو في التليفون لابليكاسيون باش غادي يمشي يوصل شي حد. مشى كيلقى المتهم الرئيسي مع واحد السيدة في سيدي موسى، وغادي يوصلهم في نواحي كازدا، وغادي يوصلهم بلاج دي ناسيون. مجرد ما وصلوا للباركينغ ديال بلاج دي ناسيون، تصرف هذاك السيد المتهم الرئيسي واحد التصرف بحيث كان مرعب، بداية أن عنده شي عاهة ولا عنده شي حاجة في رجليه ما يمكنش يجلس قدام. السيدة كانت جالسة قدام وخنقو. وقت اللي شافت السيدة واش كبر عليها الشوم، لأنها كان القصد هو السرقة، مابقاش الأول. يعني سرقة المال والسيارة. الظاهرة اللي هي كان غادي نتكلموا فيها. ف حاول لقاو ما ماهوش الخلف غيبوظ، هزو السيد وحطوه اللور ديال السيارة، ومشى مع الرفيقة ديالته حطها في السلا لأن ما بغاش يكمل مع الطريق. رجع حتى للسلا باش يحطها. طاح هي في السلا، بعد كمل الطريق من الدار البيضاء، وفي الدار البيضاء بقى كيتسارق. البيضاء في الطريق هز معاه شي واحد، بقى كيدور هز معاه شي واحد. هو المتهم الثاني اللي ساعدو هز معاه شي واحد ومشى كيقلب على صحابو. خلى السيدة الثانية للدار، لقى صاحبو الأول اللي هو واحد المحل ديال لاغاج، وهذاك السيد طلع للسيارة وشافو السيد كيقول لهم هذا راه داير اوفر دوز. وحتى الرديف اللي كان معاه الأول اللي هزو من الطريق قال له راه داير اوفر دوز، بما أن هذاك الرديف تيقول لي أنا بغيت نشرب لقيت واحد القرعة تما قال لي لا راه فيها الرصاص. يعني هذه المسائل اللي غادي تتبلور أمام القضاء. فجاو وجلسوا وذاكروا وداكشي ومشاو هو حقا يوصلوا تفرقع عندو شي بنوة. أول سؤال كيتبادر للذهن واحد السيد أوفر دوز سالينا به ما فاقش، خاصنا نديروه للطبيب. دابا يعني هذا هو أول سؤال. هذا تساؤل غادي يطرح أمام المحكمة، أو لا إلا بغيتي تقول الإشكال اللي كيبين بأن راه كاين تخطيط وكاين مسائل أخرى. فهمت اش بغيت نقول، ولكن ما يمكنناش نصرحوا شي حوايج. اللي كاين هو أنه الاستمرارية في هذا الطريق هذه بقينا غادي كنجروا من عباد الله. هنا تيدخل الخال على الآخر، وكيدخل واحد الصديق آخر اللي هو الخليل ديال المرأة الثانية، وتنوض واحد سوء التفاهم. ومع ذلك جلسوا فهمنا العشاء باش نتعشاو، بعد تيخرج هذاك السيارة تاعو وكيمشي. هذاك الثاني اللي كان معاه اللي تلاقاه في الطريق كيفهمتو واحد التليفون، عيطت له مو، كانوا هما كيصاوبوا واحد كما قال لك تفرقع عليه، عيطت له مو. وقفوا عليهم الناس ديال الدراجين، سمعوه تقول لهم انا جاي الوالده. قالوا لي سير جلسه اخرى انا من ذوي السوابق، ورجل عقل ماشي شي واحد صغير. يمكن هذا هو اللي فلتو، اخر صبر ولا وزاد في حالته. حنا كنطرح تساؤل في الليل في البيريف ديال الطريق ديال الركاب، تلقى جوج الناس واحد تشبه واحد هذا، وتلقوا شويه لوش بليش. من بعد نص من الجثة من بعد ما حرقها
يعني حرقها كان حي أو لا كان ميت؟ هذا سؤال ما كتبادر عند الناس. ما طالعناش على المحضر. وحتى السيد الوكيل العام الله يجازيه بخير كان شد بحرارة على يدو. كان يعني لأن كان الوالدين ديال ذاك ياسين. المرحوم ومراته كانوا جالسين، مبغاش يستمر في هذا ملي بان ليه الأمور غادا في واحد التوجيه، فما عطاش معطيات أخرى. هادشي اللي كاين في الصورة. فتحالوا على قضية السيد قاضي التحقيق. السيد قاضي التحقيق عطى نظره أن الستة اللي متورطين في جريمة القتل مشاو إيذاء 3 الآخرين، بما فيهم السيدة اللي كانوا عندها في الدار ولات تصوت العشاء وتعشات معاهم في 4 الصباح، كما وشربوا الله أعلم باش ما نذكرش من هذا. والله مشى قال لك العين تاعو الشهادة ما جاش حتى الصباح. يعني شاف واحد بيت في الطوموبيلة وشاف. ما درت شي حاجة، ما درت شي حاجة. هذا هو اللي خلى المتابعات إجمالا القتل العمد مع سبق إصرار، عدم التنكيل أو التمثيل بالشتاء، عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر، عدم التبليغ، كاين الفساد، المشاركة في القتل، المشاركة في السرقة. تظهر لي هادو هما المتابعات. كاين النصب بالنسبة لواحد من هادو اللي خرجوا، وعدم التبليغ بالنسبة لواحد من هادوك اللي خرجوا في هذا حاد صلاح. حاد صلاح مع دار لهم كفالة عين هاد 3 هادو نبعاد على الاسم، دار لهم كفالة مع إغلاق الحدود. استافدوا من هاد الإجراءات اللي كاينة دابا ديال نرشدوا الاعتقال. هاديك عندها 3 جوج بنيات ووليد وآخر بالمناسبة آخر عسكري اللي اسمه، والمتهم رئيسي عسكري باقي محسوب على الجيش. فهذا المعطى هذا هو اللي خلى الأمور تخمل على الناس تتساءل واش تكوين عصابة، واش مشاو انتقموا، لكن لا انتقام لا والو. غير هذاك السيد بحال الشطوة غادي وكيجمع في عباد الله. عباد الله ما تتقيمش المسؤولية. أنا جا عندي واحد الإنسان وشت مع واحد الإنسان وبانت لي واحد الوضعية ماشي هي هاديك، غنمشي نعلم واخا يكون خويا، غنمشي نعلم. ميمكنش إلا سكت معنى هذا أنني أنا مساهم. يعني لو كون علم شي واحد تكون هي السيدة الرئيسية، أنا ما نتمناش شي وحدة تكون بلاصة. كيف ما يكون الوازع اللي عندها ملي مشى هو وبدا مع السيد مشى في القنبة وقالت لك صفعاتو باش يفيق وهذا، باعتبار أنها ممرضة سابقا، كانت تمشي تعلم به. على الأقل غادي يشدو شي براج، غادي يلقاو السيد باقي، ولكن شاء الله قدر الله ما شاء فعل. هادشي اللي كتب الله. دونك ما نبقاوش نعطيو تأويلات. مسألة ذات السرقة تاعت جريمة قتل بشعة يموج المجتمع المغربي غير ولا بأي شكل من الأشكال. كاين بزاف ديال التساؤلات المواطنين حول يعني واش غيتحكموا في المحكمة المدنية يعني العادية. لا، في اختصاص المحكمة، لا اختصاص هذا ما ارتكبش شي حاجة مخالفة للضوابط العسكرية. تيخضعوا، كان قبل، دابا يخضعوا القضاء العادي. يعني لأن الجريمة لا علاقة لها لا، القضاء العادي. باش ما نبقاوش يعني أنا بحسب يعني الرأي العام باش يفهم، لأن الأسئلة كتبان. الرأي العام ما غنفهموش أكثر من السيد الوكيل العام. فعلا المسطرة الجنائية كتقول لك غادي يخضعوا للحكم القضاء العادي. داير هذاك السيد حيت عنده سابقة في سميتو في مخالفة ديال الضوابط العسكرية، دوز على مدة السجن هذاك تاع الرئيس يتحاكم بالأحكام العسكرية. يعني سؤال واحد اللي كيتبادر في الذهن ديالي أنا الآن، شنو هو التقييم يعني في هادشي كامل؟ يعني شنو الحاجة اللي نقدروا أن نستخلصوها من الرأي العام اللي فعلا خصنا ناخذوا من الموعظة والتعاون؟ هذا هو اللي مهم، وهذا اللي كنت كنتمنى وباقي كنتمنى هاد الصحافة بين قوسين اللي كتراكم هنايا ثقل ولا أي كلام نقولوه. راه الناس اللي كيتسناونا، المواطنين اللي كيتسناونا نعطيوهم وسائل باش يحاربوا هاد الظاهرة ولا غيرها. نذكروا المواطن أنه مسؤول، السكوت ديالو كيساهم، عدم التبليغ ديالو كيساهم.
بالمباركه ديالو لواحد السجين خرج من الحبس يمشي يقول على سلامتك، راه ما مشاش دار شي عمل ما كاينش. وهاد العادات والتقاليد اللي ولات جديده دابا اللي هي داخله على المجتمع المغربي عطاونا النتيجه هي هادشي اللي كنشوف في القاعات. الله يكون في عون قضاة الجنايات، كيدخل 130 ملفات 130 مليون 140 كيمشي ليه السنه غير في تجهيز الملفات، والسنه التالي انا ما تعرفش واش هذا السوء. الله يكون في عون الصراحه. الله يكون في عوننا حتى حنا اللي كنخرجوا من الصباح حتى العشيه باش تيبقى عندك مجال باش تخدم الملف بطريقه تقنيه. وواش عندك الحيز الزمني باش تزيد تقرا على السيد القاضي او ديك الهيئه القضائيه. فحنا اللي تمادينا في هادشي. كيتشد شي واحد انا على من شويه قديم في العهد ديالنا حنا كنشوفوا هذا مسألة شينه خايبه عيب. عيب، وكيتإكزيلا في المجتمع، كيتعزل، كيبقى ما تقربش ليه المنتدى. باش كيكون عبره. إلا نزلت ديك المثلة ديال هادي الفحم تمسخ حوايجك، هادي تصبر حوايجك. فكنشوف الظاهرة كيتشد واحد الشكل ديالو اللي كيوقف قدام المحكمة حاكم على راسو، فكيجيو اللي جايين يتفرجوا كيقولوا لا بحال تيتفرجوا في المسرح ولا في الفيلم ولا هذاك اللي كيشوف راسو مقوي الجمهور اللي قاعد تيعمر تابعوا. ما عنده ما يدير، يحسب له راسو دار شي بطولة. ثاني هو حنا ملي كنسكتو كنحيدو الحرية ديالنا، كنحيدو لنا مجال تنعطيو ليه يخدم فيه ان شون يخدم فيه ثلاثة. وهذا هو الدور ديال الصحافة. كنادي من هذا الموضوع باش أي واحد مسؤول يرصد الظاهرة، لأن الظاهرة استشرات. حنا كنشوفو نهار العيد مولاي شي جوج الأرواح زهقو مندوزوهاش في طرف الخبز. أنا عندي اليقين أن كاينة خلايا في الجهاز الأمني اللي كدرس هادشي، ولكن راه ميمكنلاش تخدم بوحدها، لأن المواطن كيخصو حتى هو يخدم. شتي شي حاجة بالغلاء، واش واحد تتعرفو تيسرق وتتعرفو داير فلوس لشي حاجة ماشي هي انت ساكت. لا ما فيه ما يطلع والو، وملي كيسرقك انت شكون اللي غادي يطلع هو؟ انت راه كتشجع. كيتحال السكوت ديالك خليتيه يدير ما بغا، تيتحالوا ملفات على القضاء. القاضي كيما حسنا ما كاينش ضحايا، كيجيوش كيخافوا. انا ما تنظنش الانسان عنده واحد تعدى عليه، ما عرفتش كيفاش انا كاع وصلنا لهذا تعدى عليه. ما تنقوليش بشي ضرب، ما تنقوليش كرة الفعل، لجأ القانون. الجا القانون. ما بغاش تصنتو لي شروط يمشي عند الوكيل المالي، ما بغاش تصنت ليه وكيل المالي يمشي عند الوكيل العام. الحمد لله راه كاين الرقم الاخضر حتى الا ما بغاش يبان، لا عند الضرائب ولا عند النيابه العامه ولا عند هذا. كاين وسائل. حاجه اخرى اللي كنقول هو انه برافو برافو الضرائب الملكي بطبيعه الحال تحت الرئاسه ديال النيابه العامه، انه ظرف وجيز يقدروا كيتسائلوا الناس كيفاش هذا الملف هذا تحال في واحد ظرف وجيز. وحتى الملفات الاخرى المغرب اليوم كيتوفر على وسائل لوجيستيكيه، راه غلط وواهم اللي كيظن على انه كاش جريمه وغادي يفلت. كلشي مرسوم الحمد لله بحالنا بحال الدول. حنا تنطوروا من نفسنا لا الحمد لله مشينا بعيد. راه في الدار البيضاء في طنجة مختبرات هائله، الناس ديال الشرطه العلميه تيخدموا ليل نهار، راه وصلوا لشي حوايج اللي تضاهي الدول المتقدمه. ما نسميش شي دوله اللي كانت متقدمه غير في هذا المجال، متقدمه في المسائل. الحمد لله عندنا ايمان، عندنا دين، عندنا وسائل، عندنا هذا. بالنسبه للاضافه اللوجيستيك اللي عندنا ماشي عيب ولا ماشي بياع، لا كتحيد عليك واحد الثقل، واش تقدر تساعد واحد الروح ديال واحد الانسان. كتحيد عليك واحد دابا الثقل. هادشي بعدنا واقع ياسين. من يكتم من الشهاده منكم اتم قلبه. فهمت. هنا هذا جريش تقول لي انا راه العيد الكبير سنه السنه بصح، ان من قتل نفسا كما قتلنا جميعا. وانت الى جيتي حاجز ما بين هذاك القتل ذاك التصرف اللي انت كتعتبره بسيط واللي عندك زيت ناقص، تقدر فلان تغير. او ولد فلان راه تيدير، نمشيو نعلموه.
حنا حي خصنا حنا اللي نديرو الستر والأمن في الحي ديالنا، حنا اللي نمشيو وننهيو ونهضرو مع هذا ما بغاش نمشيو نعلمو به، باش ملي كتوقع شي حاجة تكون معروف عندنا. حنا كنمشيو نباركو ليه خرج من السبيل جلس ياكل، والمشكل اللي ما تعرفوش المواطنين هو ان راه الماكله والشراب ديالو راه على حسابنا. حنا كنزيدو نكبرو وما ننساش على اننا كيخصنا نشتتو، وهذا خطاب موجه للناس المسؤولين، يشتتوا اي حاجه اللي كتسبب في هادشي، مخدرات، الناس المجتمع المدني يديروا التوعيه، ناقشوا مع هاد الناس شوفوا فين كاين الخلل، ماشي غير الضرب يد من هذه، راه ربما دوك الصغار المروجين حتى هما مدفوعين باش يكونوا هكا، ولكن ملي نجيو نلقاو صغار المروجين نجيو ونعطيهم مدد كبيره ما درنا والو، حيت في السجن تيقريو علينا. صافي. ما نهضروش على الاقتصاد السجن هذا من ضمن